العيد داخل عليا والتلاجة زي ما انتوا شايفين كده شكلها صعب جدا وكلها اتساخات، وانا مش عارفة استقبل العيد بصراحة وهي بالشكل ده. قمت واتنشطت وابتديت ان انا اجيب فوطة ناشفة من غير اي، مش مبلولة خالص، من غير اي مية. ابتديت ان انا اشيل الاتساخات اللي على ارفف التلاجة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده لميت كل الارفف وحطيتها في الحمام، وجبت بقى مسحوق من البريل على بيكربونات الصوديوم على شويه خل. عايزه اقول لكم والله العظيم انا ما كنتش باخد اي مجهود في الدعك. زي ما انتوا شايفين كده الاتساخات بتدعك بسرعه جدا، ما باخدش وقت اصلا في الدعك، مع ان كانت بقالها فتره يعني الاتساخات لازقه في الرفوف، عسل بقى وزيوت وكده زي ما انتوا شايفين. وحطيتها في البانيو، ومعلش بقى التصوير هنا مش مظبوط. حطيتها في البانيو زي ما انتوا شايفين وسبتها تتصفى، ورجعت تاني بقى ادعك التلاجة نفسها. وهقول لكم بقى ازاي نعقمها. بجد بجد هنعقمها بمكون حصري عندي انا وبس، مش هيخطر على بالك. بجد هيخلي التلاجة معقمة جدا، لا ديتول بقى ولا خل. انا جبت هنا قطعة فوطة مبلولة، وابتديت ان انا انشف التلاجة من الصابون خالص كده زي ما انتوا شايفين. تمام. بعد كده البتادين يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، علبه البتادين سواء بتادين بقى الجروح، زي ما انتم شايفين مكتوب عليه بكتيريا، فيروسات، فطريات. ده يا جماعه مفيش احسن منه لتطهير التلاجة. حطيت شويه في ميه وابتديت ان انا بقى اعقم التلاجة، لان التلاجة المفروض بعد المسحه الجامده اللي احنا مسحناها دي لازم تتعقم، لان احنا هنحط بعد كده فيها الاكل بتاعنا. فطبعا ما ينفعش ان احنا كمان نقفلها على طول، وفي نفس الوقت لازم نحط فيها قطعة فحم صغيرة عشان تمتص الروايح الكريهة اللي بتبقى موجودة في التلاجة. زي ما انتوا شايفين كده حطيت حوالي 3 كده معالق من صغيرين من البتادين، وابتديت ان انا ادوبه كده بايدي في المية، وبفوطه كده بقى. الفوطه دي تكون نظيفه كده كويس، وانا عصراها كويس كده قوي. وهبتدي ان انا اعصرها كده من البتادين وهعقم بيها التلاجة. هديها مسحه حلوه كده بالبتادين من بره ومن جوه. عايزه اقول لكم هترجع زي الفل، وريحتها هتبقى حلوه، وهتحسي كده ان التلاجة ابتدت بقى تتنفس. ويعني بجد هتستقبلي بقى العيد وتلاجتك نظيفه. عايزه اقول لك ما خدتش مني كل ده، ما خدش مني نص ساعة. المسحوق اللي انا غسلت بيه الارفف وغسلت بيه التلاجة عبارة عن شوية من صابون المواعين، على شوية من الخل، على شوية من المعلقة او معلقتين من البيكربونات الصوديوم. بعد كده عايزة اقولك مش هتتعبي في دعك الارفف ودعك التلاجة، هتبقى زي الفل معاكي. وزي ما انت شايفة كده ابتديت ان انا ادعك التلاجة كويس قوي، او امسحها كويس قوي بالبيتادين بعد كده عشان اعقمها. يا ريت تحطوا لي لايك على الفيديو، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.